كيفاش جبتي القباصه وتكرفصوا لك على الجليج؟ علاش انت سبقتي الجليج على القبص؟ متابعي قناه عمر رشيد تسجيل البناء الاعزاء الاوفياء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات اينما كانوا. الاخوان، دائما في اطار الاخطاء الشائعه في مجال البناء، الخوت كنتمنىكم حتى نتوما تستافدوا وتتابعوا معايا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تستافدوا ما تطيحوش في نفس الاخطاء اللي كيطيحوا بها بعض الناس اللي كيبنيو الديور ديالهم. هذا واحد الاخ بنى الدار ديالو وجاب جليجي فين الدار بالجليج، ومن بعد عاد جاب القباص. ملي جاب القباص تكرفص ليه على الجليج اللي دار كامل. ملي بغى يمسحو ما تمسحش ليه بطريقه مزيانه وكما بغا هو. الاخوان، بنيتو الدار ديالكم بغيتو تفينيوها، شنو خصني نسبق؟ واش الجليج ولا القبص؟ القضيه والامور راه باينه. الاخوان الكرام، دائما ملي كنبنيو الدار ديالنا كنبغيو نفينيو كنسبقوا القبص هو الاول. علاش؟ لان الخوت القبص كيكون فيه التكرفيس بزاف، الخدمه ديالو كتكون مكرفصه. وزياده على ذلك القباصه ملي كيكونوا كيخدموا كيستعملوا المادري ديالهم والسرير، ديك الكباريات ديال الحديد كيكونوا كيجروهم فوق الجليج، اذا الجليج ديالك غيتكرفص. زائد كيكون عندهم الدوزان بحال مطرقه ولا مسيطه، الا طيحوا لك مسيطه ولا مطرقه فوق الجليجه ديالك تقدر تهرسها انت لقيتي مشكل. لهذا الاخوان الكرام بغينا نفينيو المنزل ديالنا دائما خصنا نسبقوا القبص هو الاول، من بعد ما يكمل القباص عاد ندخلوا الجليجي. وبهذه الطريقه هذه كتكون الخدمه ديالكم يعني منظمه والخدمه نقيه ونظيفه. هذه هي الطريقه الصحيحه باش تتعاملوا مع الطرق ديال البناء ديالكم. وتحياتي لجميع المتتبعين ديال الصفحه وديال القناه عمر رشيد تسجيل البناء. الا كنتي استفدتي وتابعتي معايا الفيديو من البدايه حتى النهايه، ما تنساش تخبط واحد اللايك ودير اشتراك وفعل زر الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالنا. وتحياتي لجميع المتتبعين اينما كانوا، السلام عليكم.